اليوم عيد ميلاد خوخة، وأنا بصراحة صار لي فترة قاعد بخطط وبرتب وبجهز لهذا اليوم الجميل المميز. دائما بحاول أفاجئ في خوخة وأخليها تكون كتير مبسوطة، وقاعد أفكر بيني وبين نفسي كيف الطريقة اللي أنا ممكن فيها أفاجئ خوخة. يا جماعة الخير، هذا الفيديو غير عن أي فيديو حرفيا. أول إشي هذا اليوم 9/5. 9/5 شو يعني؟ يعني عيد ميلادي. شكرا لكل حدا عايدني، سواء على الانستا، على الواتس، على التيك توك، على كل مكان. الله يسعدكم حبايبي، عن جد شكرا كتير إلكم، لأنه كلمة كل عام وانت بخير عن جد فرقت معي، وحسستني إنه في ناس كتير بتحبني وناس كتير هيك يعني متذكرة عيد ميلادي. الله يسعدكم يا رب ويخلي لي إياكم وما يحرمني منكم أبدا. طبعا يا جماعة الخير، صار له أسبوع بتوصل أكياس من ترينديول وأشياء، وأنا عاملة حالي إني مش عارفة القصة، مع إني أنا عارفة إنه عشان عيد ميلادي. وصلاح أول ما يجي هيك مندوب من ترينديول بقول لي اتركي الكيس تفتحيهوش، بروح بخبيه بمكان أنا بكون بلحقه وعارفة وين المكان. يعني أنا شايفتك وين بتخبي الكيس، عارفة كل إشي، بس عاملة حالي إني مش عارفة عشان حابة أتفاجأ. عرفتوا؟ طبعا اللي بيعرفني يعني بشكل شخصي بيعرف أنا قد إيه بحب يوم عيد ميلادي. ما بعرف، أنا حتى تاريخ 9/5 كتير بحبه، بحسه هيك مميز. فبكون قاعدة متوقعة أي إشي. هذا الإشي على فكرة مش حلو فيه، لأني بكون متوقعة إني رح أتفاجأ. فلما أتفاجأ ما بكونش كتير مبسوطة، عارفين كيف؟ لدرجة إن اليوم أنا حابة أصور لكم المفاجأة، حاسة إنه في مفاجأة. فزي ما حكيت لكم، صلاح قاعد يستقبل أكياس من ترينديول ويخبيها، وأنا شايفة يا صلاح وعارفة أنت وين عمالك تخبي الأكياس، بس أنا حابة إني أتفاجأ. عشان هيك مش قاعدة أفتح الأكياس، ومش حابة أعرف شو جايب لي هدايا إلا لما تعمل لي الحفلة اللي أنت حتعملها، اللي ما بعرف إذا عاملها أو لا، بس أكيد أنت عاملها. أكيد أنت بتعزني، أنا أم كريم. صار لها فترة بتشوف أشياء بتوصل البيت وأنا بمنحها إنها تفتح هاي الأشياء، وهي في عندها نوعا ما إحساس، لأنه في النهاية يعني أنت ليش تمنعني؟ يعني لا أنت فاتحها ولا مخليني أفتحها، معناته هذه فيها إن. فعلشان هيك أنا شاعر إنه هي عندها إحساس، ولكن مش مهم. المهم بالنسبة لي إنه هي ما تفتحش هاي الهدية، علشان ما تشوفش اللي جواتها، علشان ما تخربش علي المفاجأة اللي أنا حابب أعملها لها. عملت ميك اب الساعة 10 الصبح زي ما انتم شايفين. عادي ما حدا يستغرب، لأنه صلاح ممكن يصورني بأي وقت بأي لحظة. ممكن هلا يطلع من النوم حامل كيكة بعرفش كيف. فعشان هيك حبيت إني أكون جاهزة لأي صورة لأي فيديو لأي إشي، لأنه صلاح زي ما قلت لكم يصور هيك عادي، حتى لو أنا مش ظابط خلص برأيه واو، برأيه إنه أنا حلوة. يعني هو شايفني حلوة بكل حالاتي، بس أنا لازم أكون متمكيجة عشان أنا أحب حالي برضه. رتبت الصالون، جهزت حالي، نيمت كريم، والوضع تمام، وقاعدة بستنى صلاح يصحى. وإن شاء الله إنه يكون في مفاجأة. رح أكمل لكم الفيديو للآخر. إذا كان في مفاجأة هاي صورت المفاجأة، إذا ما في مفاجأة رح أنزل هذا الفيديو كستوري. بس أنا متوقعة إنه في مفاجأة. أنتم متوقعين زيي إنه في مفاجأة؟ يعني مش معقول حدا يجيب هدية من غير ما يحتفل، صح؟ خلص المهم ما علينا، ما رح أشغل حالي في هذا التفكير، ولا رح أعلي صوتي بلاش يصحوا. اليوم صاحبتي التركية بدها تيجي عندي أمكيجها عشان في عندها مناسبة، فممكن أحكي لها أنا بدي أجي عندك أمكيجك، أعطيه مجال يعني إنه يجهز لي المفاجأة وهيك. شو رأيكم؟ ترى والله الموضوع محير، يعني ما بينفع حتى أنزل ستوري عشان ما يشوف. عرفتوا كيف؟ وعلشان هيك أنا معنى اليوم يكون مميز بكل تفاصيله. فإذا قال أنتي قاعدة في البيت وما قدرتش أفاجئك، لا أنا اليوم لازم أعطي لصلاح مجال إنه يفاجئني، صح؟ أنا جبت هدايا كتير مميزة وكتير حلوة، وراح أبين لكم جزء منها اليوم إن شاء الله. راح أعمل فيديو جميل حلو كتير لطيف لليوتيوب برعاية عيد ميلاد خوخة. كل عام وانت بخير يا حبيبتي، ربنا يعيده عليكي من عام مليان بالسعادة يكون، والخير والرزق، ويا رب تحققي فيه كل شيء بتتمنيه وبتحلمي فيه يا أحلى أم وأحلى أم كريم. أي حدا بشوف الفيديو اكتبوا لي كل عام وأنت بخير أم كريم بالتعليقات، واشتركوا في القناة، وحطوا لايك على الفيديو. حطوا لايك على الفيديو يا جماعة، حطوا لايك على الفيديو. ليش تحطوش لايكات؟ مش فاهمة. وبهيك يا جماعة كنت مجهزة الصالون، مرتبته الترتيبة الخفيفة العادية اللي كل يوم برتبها، عشان ما بدي صلاح يحس إنه أنا حاسة إنه رح يفاجئني أو هيك إشي.
على سيرة الأشياء اللي بتوصل من ترندي، هلأ وصل إشي، يعني والله هلأ وصل. هلأ فتحت الباب وأخذت من المندوب هدية صلاح جايبها، بس أنا يا صلاح عن جد رح أكون وفية ومش هفتحها لأني حابة كتير أتفاجأ بصراحة، فرح أخليها على جنبها. يا جماعة صارت الساعة 12 وصلاح لسه نايم، ما صحيش. صلاح دير بالك هذا الفيديو يعني حتى لو ما نزلته على اليوتيوب حورجيك إياه، حذكرك فيه. أنا هلأ حاليا بغير المناكير هيك عند المغرب، رح أنزل بصور لكم هيك وين لفيت عشان بدي أرجع أتفاجأ. اسمعوا مش رح أخلي له مجال إنه ما يفاجئنيش، رح أعمل كل إشي على أساس إنه إيه أتفاجأ. هذا كريم حتى بيوم عيد ميلادي قرر إنه ياخدها نوم. الحمد لله، بداية مبشرة بالخير يا جماعة الخير. وشكله أصلا هيك رح أعمل شعري وأصور هيك يوميات بس ستوريات هيك. شوفوا أنا قررت إني أعمل شعري مجعد عشان أصلا صلاح مش رح يلاحظ، يعني لأنه هاد طبيعة شعري، فمش رح ينتبه إني أنا عاملة شعري أساسا. وبهيك يا جماعة بكون خلصت شعري، عملته بالجهاز اللي بجعد الشعر، طلع كتير حلو على فكرة. يمكن البعض يحسوا نفس شعري بأول الفيديو بس لا، هو غير على فكرة. يعني هلأ بدي أحط عليه شوية سبراي بصير بجنن هيك، عرفتوا كيف؟ كريم صحي أخيرا، يعني هلأ حيصحي أبوه، حخليه لعما يعيط ويصحي أبوه، عرفتوا كيف؟ لأنه مضلش خيارات تانية. يا جماعة أنا هلأ بالغرفة دخلت على أساس بدي أنيم كريم، طبعا هو عامل أرجيلة برا، ف يعني أكيد مش هخلي كريم برا عند الأرجيلة، هاي كانت سبب. فدخلت أتسحب على أساس بدي أنيم كريم، فمش عارفة والله لهلأ مش شايفة إنه في يعني كيك ولا مفاجأة، ولا هو نزل يجيب كيك، ولا أنا قاعدة بعطيه فرص. يعني إحنا تغدينا وهيك، قلت بدخل هلأ على الغرفة بعمل حالة بدي أنيم كريم، بركي يعمل إشي عاد هو برا. صاحبتي اللي قلت لكم عنها بدي انزل امكيجها بعتت لي مسج بتقول لي انها تروح على الحفله بعد الشغل على طول، فمش رح ينفع اجي لعندها امكيجها للاسف. فبدي اعطيه اخر فرصه لصلاح انه يعمل لي مفاجاه عيد ميلادي، فنزلت على الشارع رح ادور لي على مكان اقعد فيه ورح اصور لكم. في هون قهوه قريبه على البيت، كان نفسي من زمان اقعد فيها بصراحه، كانت عجبتني. هون يوم احلاها. اقعد هون عند الاسد رح اقعد. Bakar mısın? Kolay gelsin canım. Bir tane Türk kahvesi alayım. Sade. Tamam, nasıl olsun? Sade. Sade. Teşekkür ederim. طلبت قهوة هون. طبعا بدي اقعد هون ربع ساعة هيك لعند ما صلاح يزبط البيت، لانه حيزبط البيت، لانه حيفاجئني، لانه هيني اعطيته مجال وطلعت من البيت. طبعا طلعت على اساس اعمل ميك اب لصاحبتي، فهو ما اخذ في باله انه راح اطول، يعني هيك 20 دقيقة نص ساعة رح اتأخر عن البيت. فان شاء الله يا صلاح تكون عامل لي مفاجأة، لانه الساعة 9 صارت. الجو كتير حلو باسطنبول، قلب هيك جو بارد، يعني مش شوب، كتير حلو. يعني انا دايما عيد ميلادي بيجي بجو حلو والله، كل الشوب ولا برد، فالجو لطيف والقعدة هون كمان كتير حلوة، الكافيه حلو مرتب كتير. هلا هي اجتها كان في عندها صاحبة إلها طلبت منها تعملها مكياج، فنزلت علشان تعمل لها مكياج، وهذه كانت أكبر فرصة إنه هي تطلع وأنا أقدر أرتب الأمور. أنا بصراحة طول الوقت قاعد بدي أحاول أرتب، الآن طلعت، فهذا الإشي حيخليني آخد إيش؟ آخد راحتي في ترتيب الأغراض. تعالوا نشوف شو هنسوي. نقدر نقول هيك السفرة أو المشهد العام جاهز تماما. جبنا الكيكة، شوية مكسرات، شوية فواكه، وهي هديتي، وهناك هدايا كريم، وفي منهم هدية إلي، يعني في هديتين لكريم وهديتين إيش إلي. وهلأ يا جماعة نزلت القهوة وأحلاها، عن جد المكان كتير حلو. طبعا هو هذا كادر حلو، هي راح تيجي من هناك، هاي احنا انا وكريم راح نكون قاعدين هون، واطفي اضواء البيت كلها راح اطفيها الان.
صح؟ ها شايفة؟ شايفين بتمشي مع بعض تمشين. ايوه شدني من شعري، شدني. اي ماما. هذه هدايا كريم. كركون لك انت احلى هدية من ربنا، شو بدي انا هدية تانية غيرك؟ هذه هدية من كريم، أول هدية هلا بتفتحين إياها وتشوفها. شو هالهدية جايبها لماما؟ وهذه كمان هدية من كريم. كركون كل هدول هدايا منك يا ماما. أما هذول التنتين فمن أبو كريم. وانا اصلا بدي هدية غير هذا البوبو، احلى هدية من السما. هذا هو شوف. بس ما ينفعش تفتحيها على الكاميرا. تمام. وهذه ايش هذا؟ ايش هذا؟ طقم ذهب صلاح، هذا اللي كان نفسي فيه بالفاتحة. مش طبيعي يا صلاح يا جماعة، هذا طقم الذهب كثير كان نفسي فيه. هاي فاتورة تبعت الخبز الزبيرية. أخذني تورجيني الذهب ورأيتها. يلا احنا ثلاثين.